عمرك حسيت إنك عايز تذاكر بجد؟ فتحت الكتاب وقعدت على مكتبك بس مخك رفض يشتغل؟ كأن في حاجة فاصلة، مفيش طاقة للتركيز ولا حتى إنك تبدأ. لو ده بيحصل معاك كتير فالفيديو ده ليك. السر مش في قوة إرادتك بس، السر أعمق من كده بكتير، موجود جوه كل خلية في جسمك. السر ده اسمه الميتوكوندريا. يمكن الاسم يبان معقد شوية، بس ببساطة شديدة الميتوكوندريا دي هي محطات توليد الطاقة جوه خلايانا. تخيل كل خلية في جسمك كأنها مدينة صغيرة، والميتوكوندريا هي مصانع الكهرباء اللي بتنور المدينة دي وتديها القوة عشان تشتغل. خلايا المخ بالذات محتاجة كمية طاقة رهيبة عشان تقدر تفكر وتركز وتحفظ المعلومات. لو محطات الطاقة دي كسلانة أو مش شغالة بكفاءة، مخك مش هيلاقي الطاقة اللي محتاجها، والنتيجة صعوبة في التركيز، نسيان سريع، وإحساس دائم بالإرهاق الذهني. طيب إيه اللي بيخلي الميتوكوندريا دي تضعف؟ الأسباب كتير، وأغلبها حاجات بنعملها كل يوم من غير ما ناخد بالنا. أول وأهم سبب هو الأكل غير الصحي. لما بنعتمد على الأكل السريع والسكريات والدهون المهدرجة، إحنا حرفياً بندي للميتوكوندريا وقود سيء جدا، زي ما تكون بتحط بنزين مغشوش في عربية غالية. ده بيخليها تنتج طاقة أقل وتطلع مخلفات ضارة أكتر بتضر الخلية نفسها. السبب التاني قلة النوم. أثناء النوم الجسم بيعمل صيانة للميتوكوندريا وبيصلح أي تلف حصل فيها. لو مش بتنام كفاية انت بتحرم خلاياك من عملية الصيانة دي، ومع الوقت كفاءتها بتقل. كمان قلة الحركة والتوتر المستمر ليهم تأثير مدمر على صحة الميتوكوندريا. كده فهمنا المشكلة، ازاي بقى نحلها؟ الخبر الحلو إننا نقدر نرجع الميتوكوندريا بتاعتنا قوية ونشيطة تاني. الموضوع أشبه بإنك بتعمل إعادة تأهيل لمحطات الطاقة بتاعتك. ابدأ بتغذيتها صح، ركز على الأكل الغني بمضادات الأكسدة زي الخضروات الورقية والتوت والمكسرات والأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3. الحاجات دي بتحمي الميتوكوندريا من التلف. تاني حاجة، خلي الرياضة جزء أساسي من يومك. مش لازم تكون رياضة عنيفة، حتى المشي السريع بيحفز الجسم إنه يبني ميتوكوندريا جديدة وأقوى. وطبعاً لازم تدي للنوم أولوية قصوى. حاول تنام من 7 ل 8 ساعات كل ليلة في ميعاد ثابت. الخلاصة، لو عاوز تركيز خارق وقدرة على المذاكرة لساعات، ما تدورش على حلول سحرية سريعة. ابدأ من الأساس، من أصغر وحدة في جسمك. اهتم بصحة الميتوكوندريا بتاعتك وهي هتديك كل الطاقة اللي محتاجها عشان تحقق أهدافك. التركيز ده مش مجرد قرار، دي حالة بتبدأ من الخلية. شكرا لمتابعتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي.